السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهاردة بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله ويبقى احسن من الفيديو اللي فات. انا عارفة ان الفيديو اللي فات كان صعب على ناس كتير، كان اصعب عليا انا اكتر. ما كانش نفسي اعمل حاجة زي كده، بس كنت حاسة ان انا لا لازم اعمل ده، وكنت محتاجة ان انا آم، اعمل حاجة زي كده يعني. الموضوع مش سهل، مش سهل خالص، واحساس صعب جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم ان هو احساس ما يتوصفش اساسا. ف بعتذر ان الفيديو كان بالمنظر ده. أه وعايزه اقول لكم مش سهل عليا ان انا انزل فيديو اصلا دلوقتي، وكنت ناويه ان انا اتاخر شويه، مش ناويه، غصب عني يعني. كنت حاسه لا مش هقدر اعمل كده دلوقتي او انزل فيديوهات او اكمل. وكمان حد قال لي، او الناس يعني ناس قالت لي انتي خلاص كده ما فيش قناه تاني وهتقفليها والكلام ده. طبعا مفيش الكلام ده خالص، مفيش ان انا مش هصور تاني. القناة دي كان هو اكتر حد بيشجعني ان انا اكمل واكبر، هو ابويا يعني. الله يرحمه ويغفر له، وساب لي حاجات كتير قوي قوي حلوة، قوي قوي كمان. ساب لي كل حاجة حلوة. ف هو اللي كان بيدعمني ان انا اكمل، كان بيدعمني ان انا افضل فاتحة القناة دي واني اجدد فيها، وكان بيشجعني صراحة. كان واقف جنبي جدا جدا جدا، اكتر حد في الدنيا كان واقف جنبي هو وامي، بس هو اكتر. دلوقتي طبعا مبقاش ليا غير امي، ربنا يخليها لي يا رب. هي برضو بتدعمني جدا في القناة، بس هو تحسه ان هو كانش اب كده، لا. و- يعني كان صاحب. عملت ايه في القناة؟ خطوة بخطوة كان بيسألني عملت ايه، وصلت لايه، طب إيه الاخبار. كان بيفرحني من ابسط حاجة، اكتر حاجة بتفرحني كانت بتسعده. الفيديو ده على فكرة قديم، انا مصوراه من قبل ما يحصل اللي حصل بكام يوم يعني. ما كانش كان قبلها يعني، مش بعد كده. فقدر الله ما شاء فعل. قلت بقى انزل لكم كده بروتين وحاجة يعني مختلفة عن الفيديو اللي فات شوية، تفك النفسية. طبعا انا عمري ما هقفل القناة دي، عمري ما هقفلها ان شاء الله، وهوصل اللي انا كنت عايزاه واللي هو كان عايزه، كان بيشجعني ان انا اوصله. عايزاكم بس تدعموني كده وتبقوا جنبي. احلى احلى ناس متابعيني في الدنيا، هو يعني مش عايزاكم تسيبوني يعني، بجد. كمان بصوا، الموضوع صعب قوي قوي ان انا انزل فيديو. حاسه ان انا مش عارفه اتكلم خالص، حاسه ان الموضوع مش سهل خالص خالص، صعب عليا قوي. بس انا مش عايزه القناه دي تقع مني، لا انا عايزه ان انا افضل مكمله عليها. لو هو سابني وساب الحياه اصلا، فانا مكمله مكمله بيه والله. حاسه ان هو كده عايش جوايا، مش سايبني اصلا. حاسه ان هو برضو بيدعمني يعني حاسه برضو ان انا مفيش غيره جوايا. مش عايزه ان انا مش عايزه ان انا اهمل حلمي، لان ده حلمي. وهو كمان زي ما قلت لكم كان بيشجعني يعني. الله يرحمه ويغفر له ويحسن خاتمتنا يا رب. وبعتذر عن الفيديو اللي فات. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ربنا ما يكتب لي ان انا اعمل فيديو زي ده تاني بجد. وعلى فكرة ما عملتوش برضو اللي هو ما قلتش كل حاجة كانت جوايا. حسيته كده كان ملخص، وكان ما كنتش قادرة اتكلم فيه اصلا. يلا الحمد لله. عايزين بقى كده يعني، عايزة كده، عايزة تشجيع ان انا ان شاء الله اقدر اقف على رجلي تاني وارجع. مش عارفة، صعب يبقى احسن من الاول، بس هحاول ان شاء الله. هحاول ان فيديوهاتي تبقى احسن، هحاول ان انا ما اتاخرش عليكم، وهوصل لحلمي وحلمه برضو، لانه كان بيحلم لي اني احقق حلمي. انتوا فاهمين؟ بصوا، انا لو قعدت عمري كله اتكلم عنه مش هخلص كلام.
الله يرحمه ويغفر له يا رب. وعايزاكم تدعوا له بالرحمه وتدعوا لي ان ربنا يصبرني ويقويني كده، ان انا احاول ارجع شبه الاول يعني. طبعا انتوا شفتوا انا عملت ايه في بداية الفيديو في شوية الكلام اللي انا اتكلمتهم دول. ما كنتش عايزة برضو ان انا اطول عليكم، بس زي ما قلت لكم مش هخلص كلام عنه يعني. المهم انا كنت داخلة بقى الأوضة بقى، كانت فيها شوية كركبة كده، لميتها وظبطتها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. والكولمن ده هشيله خالص من هنا، هصبنه يعني هغسله واشيله، هصبنه تصبينة محترمة كده واشيله خالص بقى للصيف ان شاء الله اذا كان لنا عمر يعني. بس كده الأوضة بقت هادية كده وما فيهاش اي كعبشة. هشيل بقى كل من ده نضفه خلاص كده. الأوضة خلصت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا انا بصراحة مش بحب ان انا اكوم عليا حاجات، لا بحب ان انا انجز في الحاجة كده علشان ما تبقاش الأوضة مكركبة قوي بقى وتحتاج اللي هو روتين عميق والكلام ده. لا بحب ان هي تبقى اول باول كده نضيفة معايا، رغم ان في حاجات كتير كنت يعني سايباها سايباها مش باجي جنبها، ان شاء الله هبقى اعملها يعني. بصوا بقى ده توم كده، التوم ده مش بتاعي، بتاع امي، فقلت بقى ان انا يعني اديتولي اعملهولها على الكبة. ده بقى بيقعد فترة طويلة جدا، وعايزة اقولك بقى هقولك كذا طريقة ليه انت ممكن، بس هقولك الاول. بص انا بحطه الاول في الفريزر، وبعدين اخليه يعني يمسك نفسه شوية كده عشان لما افرمه يبقى مهري كده، اللي هو مش قطع. انا مبحبش احس بيه في الاكل خالص. فكل ما يعني يتضرب اكتر في الخلاط في الكبة بيدينا نتيجة افضل يعني. وده بيحصل لما يبقى مجمد سنة، بس ده جمد مني شوية. بصوا حاسة قوامه كده عامل زي قوام الايس كريم كده، مجمد في بعضه قوي. وكمان كان في كتل كده من تحت كنت بحاول ان انا ارجعها تاني وافرمها وهكذا لحد ما وصل معايا بقى ايه بالشكل ده. ده بقى يحيينا ويحييكم المولى كده، بيقعد فترة طويلة فترة طويلة. ممكن تحطيه بقى في علبة، ممكن تحطيه في اكياس زي ما انا هعمل، بس انا بصراحة ما بحبش احطه في علبة. يعني لما بحطه في علبة بي بيجمد قوي مني، وساعات بيغلبني بقى واسيب العلبة كلها تفك وارجع اشيلها في الفريزر تاني. ما بحبش كده. لكن الاكياس زي ما انتوا شايفين الحجم اللي انا هعمله ده، وبعدين بحط في الكيس كمية كده قليلة يعني، وببتدي ان انا ابططها بقى كده، افردها كده قد الكيس. والمفروض الكيس يبقى اكبر من كده او الكمية اقل كمان، لان ده كان سمكه سميك شوية. كل ما هو يكون رفيع كل ما هيساعدك ان انت تكسري كده حتة او تقطمي القطع يعني على قد اللي انت محتاجاه وبس. بصوا عمل معايا الكمية دي. الكيس اللي فوق ده اخر شوية فاضوا مني، بصوا صغيرين ازاي وفردهم رفيع قوي، وده افضل طبعا، وده كمان رفيع عن اول واحد عملته. بس كده عمل معايا الكمية دي، والله بتنفع قوي وبتسهل عليكي اوقات كتير ان انتي وقت ما تيجي تعملي اكل، ولا لسه بقى هتقشري وتدقي توم او الكلام ده، لا بيبقى جاهز في التلاجة. اكتر حاجة بصراحة بكسل عنها هو تقشير التوم، او ان انا لسه هدق توم وكده. لو هعمل اكلة فيها توم يعني بيبقى اسهل ليا لو في حاجة في الفريزر زي كده. بمسك طبعا اي حاجة فاضت مني كده بمسكها صبنها عشان الحوض ايه يبقى رايق معايا وفاضي يعني، مكومش مواعين، بالاخص في الجو اللي احنا فيه ده. بس كده. عايزة اقول لكم فيديو كان بالنسبة لي كان تصويره، وكنت بصراحة كانت نفسيتي مختلفة يعني وانا بعمله ساعتها. بس الحمد لله ما كانش نفسي ينزل بالشكل ده برضو. بس يا رب يعجبكم، هو حلو وخفيف ولطيف وكله كلام يعني حلو برضو. المهم انا كده خلصت. بصوا بقى هعمل ايه. انا هعمل دلوقتي يعني هصبن الحوض ده بعجينة الليمون اللي هي طبعا مشهورة جدا بطريقة الشيف سارة عبد السلام. وطبعا ماما بقى راحت حوشت قشر الليمون وكده زي ما هي عملت، وقالت لي خدي اعملهولي. فجيت بقى وانا بعمله غلطت غلطة كبيرة جدا جدا جدا.
بصوا انا مش هعرف دلوقتي ان انا اقول لكم عليها، بس ان شاء الله انا ابقى اعمل معاكم العجينه دي. بصوا اصلا الطريقه اللي انا عملتها او الغلطه اللي انا غلطتها خلت لون العجينه اتغير معايا وقعد يفور وبهدل مني البوتاجاز بصراحه. فباذن الله هبقى اعملها معاكم بطريقه صح، هبقى مركزه اكتر. بس هي ممتازه يعني، عايزه اقول لكم رغم الغلطه دي طالعه بنفس النتيجه. ادتني نتيجة حلوة أوي للحوض، يعني الحوض أصلا كان مجير جدا. يعني نضفته معايا مرة على مرة هيديني لمعة حلوة أوي. وعمل لي كمان كمية كويسة يعني مكونات العجينة دي مش صعبة ولا حاجة، لا موجودة، ولو مش عندك هتلاقيها بكل سهولة عند العطار يعني. بس كده، وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. خلصت كده وروقت الدنيا، وعايزاكم تدعولي وما تنسونيش بالدعاء كده، ولايك وكومنت زي العسل زيك، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك، ومع السلامة.